راجعة الإمارات إن شاء الله يوم الجمعة بعد يومين، فتعالوا نعمل شوية شوبينج ونشوف المحلات الصينية كيف الستايلات اللي بس تبعهم، بلكي لقينا شي هدية لأختي. فهلا اجيت على هذا المحل، بس شوفوا لي ما أكبره، شوفوا قد ايه كبير. فتعالوا نشوف ايش عندهم. شوفوا ما أحلى الست، حبيت، بس طبعا مش هخلي أختي تلبس هذا. رأيكم بهذا؟ شوفوا ما أحلى، شوفوا البلوزة ومعاها تنورتها كيوت، بس هل البنات المراهقات بحبوهم؟ مش عارفة. ب 129 كواي، يعني حوالي 60 درهم. راح تشوفوا هذا المنظر وتشوفوا هاي التنانير اللي ما بتعرف يعني هي ايش بتغطي بالضبط، بس سبحان الله بتزبط على الصينيين. احنا علينا لا ما ينفع، ممنوع ممنوع. شوفوا نو نو. وين التنانير الطويلة؟ تتوقع هذا الفستان لو جبته لاختي هيعجبها؟ كثير احسه كيوت، عجبني الصراحة. مثلا هذا احس برضو هذا كمان كثير كيوت، بيجي معاه برضو تنورته. تحسوا السيتس اللي زي هيك كثير مرتبين، كأنك حس حالي زي كأني في شي ان بس في الحياة الواقعية. برضو بيجامات زي ما انتم شايفين، بتشتري واحدة وبيعطوك الثانية مجانا. حتى هدول تقريبا سعرهم حوالي 50 درهم للحبتين، يعني كيوت. مثلا التنانير اللي زي هيك حلوين، نازلين الحين موضة، احس كتير قاعدين بلبسوهم. شكلي هجيبه لإلي، حبيت. طبعا اختي لانها مراهقة فهيعجبها هذا النوع، ولكن لا اختي هتقول لي اسمعي ما تجيبليش اشي، بديش اشي. اخ كيوت، احس كتير كيوت هيك، تحسوا ستايل كوري صيني كتير كيوت، بس احس احنا علينا ما بزبط. هذا بجنن كتير حلو، شوفوا ما احلى، واو عجبني هذا كتير عجبني. هذا رح اخذه لإلي. شوفوا هاي الشنطة احس كتير كيوت وعلى شي جينز. تتوقع لو جبت لاختي ستايل صيني هيعجبها برضه؟ شوفوا ما احلى، كثير احسهم كيوت، كثير حلوين.